ليس كل من يشاهد هذا الكلام جاء بالصدفة. أحيانا الكون يختار التوقيت بدقة، خصوصا عندما تكون في مرحلة صمت، تفكير أو انتظار قرار لم يحسم بعد. هناك طاقة تتغير حولك حتى لو لم تلاحظها بعد. الفترة المقبلة تحمل إشارة خفية، شيء كنت تؤجله سيفرض عليك مواجهته، لكن بطريقة أهدأ مما تتوقع، ليس ضغطا بل وضوح. كثيرون يخطئون حين يتجاهلون هذه اللحظات، مع أنها غالبا تكون بداية تحول حقيقي. إن شعرت أن هذا الكلام يلامسك فذلك لأنك وصلت لنقطة لا تقبل التكرار. انتبه للتفاصيل الصغيرة، للأحاديث العفوية وللأفكار التي تعود فجأة. أحيانا الرسائل لا تأتي بصوت عال، بل بهدوء يفهمه من كان مستعدا فقط. وفي الختام تذكر أن كل مرحلة لها توقيتها، وكل تأخير يحمل في داخله حكمة غير معلنة. ما يبدو لك اليوم غامضا سيتضح قريبا، شرط أن تثق بإحساسك ولا تتجاهل الإشارات المتكررة. الهدوء، المراقبة والاختيار الواعي هي مفاتيحك الآن، لأن القادم لا يحتاج استعجال، والعلم عند الله.